بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة بنص سفينة نوح عليه السلام. ده أول نص لسنة ثالثة إعدادي. قبل ما هنبدأ النص هنسمع مستر طه وهو بيقراه، وبعد كده سوف نتناوله بالشرح والتحليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. صدق الله العظيم. بعد ما سمعنا الآيات من مستر طه نبدأ نتناول الآيات بقى بالشرح والتحليل. يعني الآيات مبدئيا من سورة هود. نبدأ في الجزء الأول. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ناخد أول حاجة أوحي. وأوحي إلى نوح يعني أوحي يعني أخبر عن طريق الوحي. معنى كلمة أوحي أن المولى عز وجل أخبر سيدنا نوح عن طريق الوحي اللي هو سيدنا جبريل. يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل إلى سيدنا نوح وأخبره أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. يعني خلاص اللي آمن. يبقى مفيش حد هيؤمن جديد ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن المستقبل إلا المولى عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون. فربنا سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أخبر سيدنا نوح بأنه لن يؤمن أحد آخر، ولذلك فالعذاب على الكافر قادم لأنه لا مؤمن جديد. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لو خدنا بعض مظاهر الجمال في الجزئية الأولانية أوحي الفعل هنا مبني المجهول. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وأوحى ربك إلى نوح، قال وأوحي إلى نوح. أوحي الفعل مبني المجهول للعلم بالفاعل وهو الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أن يبقى هنا أسلوب مؤكد بأن ربنا سبحانه وتعالى يؤكد كلامه، وحرف النفي لن يمتد للمستقبل. يعني لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما فيش حد هيؤمن بعد كده تاني. وطبعا ده أسلوب قصر. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أسلوب قصر بالنفي بلن والاستثناء بإلا، يفيد التخصيص والتوكيد، أي أنه لا مؤمن إلا من قد آمن بالفعل قبل ذلك. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا تبتئس يعني لا تحزن على ما كان يفعله الكفار من قبل، لا تحزن بما كانوا يفعلونه معك، فالمولى عز وجل سوف ينتقم منهم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. معلش هنقف برضو وقفة نحوية صغيرة كده. بما كانوا يعملون، كان ده فعل ناسخ، والواو ضمير مبني في محل رفع اسم كان، ويفعلون ده خبر جملة فعلية. يعني لو جيت أعرفه بالتفصيل هقول يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال خمسة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية يفعلون في محل نصب خبر كانوا. معلش نرجع النص تاني بقى. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون اسلوب نهي للنصح والإرشاد. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك. اصنع الفلك اسلوب امر غرضه النصح والإرشاد. واصنع الفلك، كلمة الفلك في اللغة العربية معناها السفينة او السفن. يعني لو قال لي جمع فلك هقول له فلك برضه، بس طبعا احنا عارفين القصة ان سيدنا نوح صنع سفينة واحدة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا.
يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر سيدنا نوح ويتركه، وإنما كان يرعاه ويحفظه بأعيننا، يعني على مرأى منا، برعاية منا، بحفظ من المولى عز وجل. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ووحينا، الوحي هو ما يلهمه المولى عز وجل لأنبيائه، وقد يكون المقصود الإرشاد والإلهام، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرشده ويلهمه كيف يصنع السفينة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تحدثني في أمرهم. طب الذين ظلموا، يا ترى هم ظلموا مين؟ ظلموا ربنا ولا ظلموا أنفسهم؟ طبعا ظلموا أنفسهم، لأنه لا أحد يظلم المولى عز وجل. ظلموا أنفسهم حينما عرضوها لعقاب المولى عز وجل. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إنهم مغرقون اسلوب مؤكد بيننا وتعليل لما قبله، يعني ربنا بيقول لسيدنا نوح ما تشفع لهمش، لأن خلاص أمر وقضاء المولى عز وجل صدر في حقهم بأنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ومغرقون برضو معلش يا رب برضو سريع، خبر إن مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، يبقى اسلوب مؤكد بإن وتعليل لما قبله. يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى أخبر في الآية الأولى سيدنا نوح بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن بالفعل ويدعو لعدم الحزن. الآية الثانية ربنا بيأمره بصنع السفينة حتى ينجو المؤمنون ويهلك الكافرون. والمولى عز وجل يأمر سيدنا نوح بألا يشفع لهم لأن قضاءه سبق فيه. ويصنع الفلك. احنا كنا اتعلمنا كتير ان الفعل المضارع بيفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة، بس كنا بنركز قبل كده على التجدد والاستمرار. النهارده هنركز على استحضار الصورة. ليه؟ لأن طبعا هو سيدنا نوح استمر فترة في صنع السفينة، ولكن يعني يمكن أهم منها كمان شوية إن احنا بنحاول نتخيل الموقف، بنحاول نشوف الموقف، بنحاول نتخيل القصة نفسها، بنحاول نشوفها. ويصنع الفلك. سيدنا نوح مستمر في صنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هو طبعا كان بيصنع السفينة في مكان ما كانش فيه أنهار ولا فيه بحار ولا حاجة، هو يصنعها لأنه يعلم أن الماء سوف يغمر كل مكان. لكن المؤمن اللي مش مؤمن شايف ان هو بيصنع حاجه ملهاش فايده. ويصنع الفلك، هو بيصنعها في صحراء بعيد عن الانهار والبحار، فكل ما يعدي عليه حد من قومه يتريق عليه. كلما اداه شرط بتفيد تكرار فعل السخريه، يعني هم مش كفار بس، ده هم كفار وسخفه، يعني كل ما يعدي عليه مره يتريق عليه، طب عدى عليه مره ثانيه يتريقوا عليه برضه. وكلما مر عليه ملأ من قومه، ملأ يعني جماعه، وجمع كلمه ملأ املاء. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني الموقف ده مثلا لو جيت شرحته بمثال كده، ولله المثل الأعلى طبعا، يعني مثلا لو واحد قرأ في النشرة الجوية إن بكرة الساعة 3 الدنيا هتمطر وهيبقى الجو برد وهيبقى المطر غزير، راح خد الشمسية اللي هي بيستعملوها في أوروبا دي بتاعة المطر وماشي في الشارع، والناس كلها عمالة بتتريق عليه، يعني الجو ما فيهوش مطر ولا فيه حر ولا حاجة، فهو جواه في قرارة نفسه عارف إن هو اللي صح وهم اللي غلط. لما يجي ينزل المطر بقى ويغرق الدنيا هو اللي هيتريق عليهم. لله المثل الاعلى. سيدنا نوح كان هم عمالين بيسخروا، لكن هو من جواه عارف ان هو اللي على حق، هو اللي هيسخر منهم في الاخر. العبره بمين اللي في الاخر هو اللي هيكون على حق. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. برضه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ده هنا في تعبير بيدل على شدة العذاب الذي سوف يتعرضون له. وكلمة عذاب هنا نكرة بتفيد التهويل. يعني التهويل يعني لما يكون حاجة صعبة قوي، يعني لو حاجة جميلة جدا بنقول تعظيم، لو حاجة صعبة قوي أو حاجة شديدة جدا بنقول تهويل. زي ما يجي تقول مثلا شفت حتة خناقة في الشارع مثلا ويتك على كلمة خناقة دي أو على كلمة حتة. عذاب نكرة بتفيد التهويل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم. طبعا في اسم الفاعل احنا لسه هنبقى نتكلم في النحو بالتفصيل، بس عامة نقول اسم الفاعل كده بصورة مختصرة. اسم الفاعل بيدل على من قام بالفعل. لو الفعل ثلاثي يبقى اسم الفاعل بيكون على وزن فاعل، يعني نجح ناجح، قام قائم، فشل فاشل. طبعا الفشل بعيد عنكم بقى كده ان شاء الله. طيب لو الفعل غير ثلاثي هيبقى ميم مضمومه، النقل بحرف المضارعه ميم مضمومه ونكسر ما قبل الاخر. يعني ايه؟ يعني لو قلت مثلا انتصر اسم الفاعل منها هيبقى منتصر. طيب استخدم مستخدم. طب اقام مقيم، يعني كلمه مقيم اسم فاعل من غير الثلاثي. ماشي نرجع للايه. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه، يعني يذل ويهين، وعكسها يعني يكرمه ويزينه. فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هنا الآية بتشير إلى نوعين من العذاب للكفار. في النوع الأول عذاب في الدنيا وهو الذل والإهانة،
هيتذلوا على رؤوس الاشهاد. طيب، والنوع الثاني من العذاب عذاب دائم، عذاب غير منقطع، هو عذاب النار في الاخره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيهددهم بعذابين، العذاب الاولاني هو عذاب الذل والاهانه في الدنيا، والعذاب الثاني هو عذاب النار في الاخره. حتى اذا جاء امرنا، خلاص صدر امر المولى عز وجل. طبعا عارفين ان قوم سيدنا نوح العذاب بتاعهم كان بالطوفان، الماء خرج من باطن الارض ونزل من السماء فاغرق كل من كان على الارض الا المؤمنون الذين ركبوا السفينه مع سيدنا نوح. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور. التنور فرن يخبز فيه، دي كانت علامه ربنا سبحانه وتعالى اداها لسيدنا نوح على بدء الطوفان. اول ما يلاقي الفرن ده بيخرج منه الماء بغزاره يعرف ان الطوفان بيبدا، فيبدا يركب في السفينه هو والمؤمنون. طيب، حتى اذا جاء امرنا وفار التنور. التنور جمعها تنانير، يعني زي مثلا كلمه دبور جمعها دبابير. انا بحفظ معاني الكلمات وبحفظ الجمع، بس يجوز ليا ان انا لو مش عارف جمع كلمه ان انا الجا للقياس. يعني اشوف كلمه مثلا، يعني مثلا كلمه زي كلمه عنكبوت بنلاقي جمعها عناكب، لو هيجي يسالني على الاخطبوط هقول اخاطب حتى لو ما شفتش الكلمه في المعجم. القياس بلجا له، طبعا القياس مش دايما على فكره صحيح، ولكن انا بلجا له انا مش حافظ معنى مش حافظ جمع الكلمه. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. نقف شويه فقلنا. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نفسه بصيغه الجمع للتعظيم. يعني احنا لما يجي نكلم رئيس ولا بنكلم حد كده، يعني حتى لو كان ملوش لازمه مثلا، يعني بنقول له سيادتكم حضرتكم، فما بالك بقى اذا كنا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين. طيب، عايز حد يطلع لي المفعول به هنا؟ قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين. ايوه بالظبط، المفعول به كلمه زوجين. يعني واحد يقول لي يا مستر ازاي ما كلمه كل بيجي وراها مضاف اليه؟ لا، ركز معايا كده. طيب، يبقى احنا كده بنحدد فين المفعول به. قلنا نحمل فيها من كل زوجين، المفعول به كلمه زوجين. طيب، ليه ما قلناش مضاف اليه؟ ما انا عندي كلمه كل، احنا متعودين دايما ان بيجي وراها مضاف اليه. لا، نركز معايا بقى. قلنا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. كل في تنوين بالكسره. التنوين في اللغه العربيه بيبقى فيه تنوين عوض، تنوين بالكسره بالذات في تنوين عوض، يعني في تنوين عوض عن حرف، زي لما اجي اقول قادن. التنوين هنا اللي تحت الضاد ده عوض عن حرف الياء. في تنوين عوض عن اسم، زي الكلمه اللي موجوده قدامنا قل نحمل فيها من كل، عوض عن كلمه المخلوقات. وفي تنوين عوض عن جمله. طيب، قل نحمل فيها من كل، يعني كان التقدير كده في غير القران قل نحمل فيها من كل المخلوقات زوجين. اصل لو انا هقول احمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني من كل زوجين اثنين يبقى هياخد كل المخلوقات، كل اثنين هياخد منهم اثنين، يبقى معنى كده هيركب كل في السفينه كل المخلوقات اللي موجوده. لا، احمل فيها من كل المخلوقات زوجين اثنين. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. يبقى مين اللي هيركب في السفينه مع سيدنا نوح؟ اول صنف هيركب في السفينه زوجان من كل المخلوقات. طب مين تاني؟ واهلك الا من سبق عليه القول. تاني صنف هيركب في السفينه مع سيدنا نوح اهله الا من سبق عليه القول، الا من صدر في حقهم حكم العذاب وهم زوجته وابنه. هو طبعا كان عنده ابناء كتير سيدنا نوح، في ابن منهم ما كانش يرضى يركب مع السفينه. يبقى هيركب فيها اول حاجه زوجان من كل المخلوقات، اثنين اهل سيدنا نوح الا من سبق عليه القول بالعذاب. طب ثلاثه ومن امن والمؤمنون من قومه وما امن معه الا قليل. والمؤمنون اصلا كانوا قليلين. وهنقف هنا في مظهر الجمال، وما امن معه الا قليل، اسلوب قصر بالنفي والاستثناء يفيد التخصيص والتوكيد. يبقى كده من ركب مع سيدنا نوح السفينه ركب زوجان من كل المخلوقات، اثنين ركب المؤمنون من اهله والمؤمنون من قومه. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. طيب، احنا في نقطه برضو هنا بنتعلمها شويه كده في العقيده. هو ربنا سبحانه وتعالى كان قادر ان هو يرفعهم في السماء لغايه لما الطوفان يخلص وبعد كده ينزلوا، ولكن ربنا هنا بيعلمنا الاخذ بالاسباب. بنتعلم الاخذ بالاسباب. انت بتعمل اللي عليك، انت بتركب في السفينه. طيب، بس برضه لازم ادرك حاجه ثانيه. انا اتعلمت هنا الاخذ بالاسباب، وهتعلم كمان حاجه ثانيه، ان انا ما اعبدش الاسباب، ان الاسباب مش كل شيء. هو سيدنا نوح بيقول لهم هنا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. هو النجاه لم تتحقق لركوب السفينه، ركوب السفينه مجرد سبب. النجاه تحققت لان المولى عز وجل اراد ذلك. يبقى ربنا علمنا الاخذ بالاسباب، وعلمنا كمان ان احنا ندرك ان احنا بناخذ بالاسباب لان هو امرنا بذلك، ولكن كل شيء على الله، كل شيء بمشيئه المولى عز وجل. ما السفينه كانت ممكن تغرق، ده الموج جاب الجبل، ابن سيدنا نوح طلع فوق جبل والموج جابه. فالسفينه سبب ربنا سبحانه وتعالى الاخذ به، ولكن النجاه من عند الله. طب وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها.
مجريها بسم الله تجري وبسم الله تقف، يعني كل شيء على الله، التوكل على الله. مجريها ومرساها بينها تضاد بيوضح المعنى. إن ربي لغفور رحيم. إن ربي لغفور رحيم اسلوب مؤكد بإن ولم التوكيد. إن ربي لغفور رحيم وتعليل لما قبلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى ثق في المولى عز وجل أنه سوف ينجيك أيها المؤمن. لماذا؟ لأن المولى عز وجل غفور رحيم. إن ربي لغفور رحيم. وغفور ورحيم برضه هناخدها بعد كده في النحو صيغ مبالغة. غفور يعني كثير المغفرة، ورحيم يعني كثير الرحمة. وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة بقى تسير في موج كالجبال. كلمة موج ليها مفرد موجة وليها جمع أمواج. في موج كالجبال يعني الطوفان كان عظيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. يعني سيدنا نوح نادى ابنه، هو كان في مكان منعزل بعيد عنه، قال له تعالى اركب معانا يا بني. يا بني هنا في لطف من سيدنا نوح مع ابنه، عطف عليه، عاطفة الأبوة برضو غالبة. يا بني اركب معنا، تعالى اركب معانا وانجو من الغرق. الفرصة الأخيرة، الحق الفرصة الأخيرة. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طبعا هو في تكملة الآية قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني ابنه برضو مصر على عناده، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. طب نشوف كده في المفردات برضو، نحلل مع بعض كده شوية. يعني مثلا تبتئس معناها تحزن، تخاطبني تحدثني في أمرهم، يغزي يذل ويهين. التنور إناء، بس يعني كتاب المدرسة كان كاتبها إناء يخبز فيه، نخليها فرن يخبز فيه، فرن يخبز فيه. مرساها مكان وقوف السفينة. وأول 4 مفردات دول اللي موجودين، أو أول 5 دول اللي موجودين في كتاب المدرسة. طب ننزل كده ونشوف أهم المفردات مع بعض. يعني كلمة الوحي معناه ما يوحيه الله إلى أنبيائه، وممكن نقول كمان الإلهام والإرشاد. الوحي آخر كلمة كده تحت. الوحي ما يوحيه الله إلى أنبيائه. وجمع وحي وحي، الواو عليها ضمة والحاء تحتها كسرة. كانت جت في الثانوية العامة السنة اللي فاتت والأولاد ما كانوش عارفين يحلوا. الوحي جمعها وحي، الواو عليها ضمة والحاء تحتها كسرة. نكمل برضو في المفردات. الذين ظلموا والذين كفروا، لأن هم ظلموا أنفسهم فعرضوا أنفسهم لعقاب المولى عز وجل. مغرقون هالكون وعكسها ناجون. قلنا بقى المفردات واحنا شغالين. يعني ناخد مثلا عذاب مقيم تحت، معناها عذاب دائم لا انقطاع له، وعكسها عكس مقيم منقطع، وعكس عذاب نعيم، وجمع عذاب أعزبة. جمع كلمة عذاب أعزبة. طيب فار التنور نبع الماء بقوة. يعني ننزل برضو تحت كده نشوف. مجريها سيرها في الماء، وجمعها مجار. طبعا انتوا عارفين الكلمة اللي اخرها يه بنقول عليها المنقوص. الكلمة اللي اخرها يه ساعات بنشيل يه. طب بنشيلها امتى؟ بنشيلها اذا كانت نكرة مرفوعة او مجرورة. يبقى الاسم المنقوص اللي اخره يه بنحذف الياء ونحط بدلها تنوين بالكسرة اذا كان نكرة مرفوعة او نكرة مجرورة. طيب نشوف بقى في مظاهر الجمال برضو. واوحي الى نوح، اتكلمنا مع بعض قلنا بناء الفعل المجهول للعلم بالفاعل وهو الله. والفعل الماضي دايما بيفيد الثبوت والتحقق. أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، اسلوب مؤكد بأن ومؤكد بقد. يعني قد لو جه بعدها فعل ماضي بيفيد الثبوت والتحقق، ولو جه بعدها فعل مضارع بيفيد الشك. أو كمان بيفيد لو قد لو جه بعدها فعل ماضي قلنا ثبوت وكمان توكيد، ولو جه بعدها فعل مضارع بيفيد الشك. طب نكمل برضو. فلا تبتئس، ده مظهر جمال في كتاب المدرسة، اسلوب نهي يفيد النصح والإرشاد. بما كانوا يفعلون، ما بتفيد العموم والشمول، يعني بكل اللي كانوا بيعملوه. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، برضو مظهر جمال في كتاب المدرسة رقم 5، اسلوب امر يفيد النصح والارشاد. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اسلوب نهي يفيد النصح والارشاد. طيب هاخد برضو هركز في رقم 8 ويصنع الفلك. ويصنع الفلك الفعل المضارع بنركز قوي على استحضار الصورة. ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ، كلما أداة شرط بتفيد تكرار السخرية. هنمشي برضو كده مع بعض. يعني في رقم 11 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. تعبير يدل على شدة العذاب. يمكن أول واحدة دي تعبير يدل على شدة العذاب، ده مظهر جمال كتاب المدرسة. وفي تهديد ووعيد للكافرين. والفعل المضارع برضو بيفيد الاستمرار والتركيز على استحضار الصورة. وصف العذاب بيخزيه يدل على الذل والإهانة. طيب في 12 وصف العذاب بمقيم يدل على دوام العذاب واستمراره. طيب في الدنيا طبعا عذاب الذل، ولكن في الأخيرة عذاب دائم وهو عذاب النار. واتكلمنا على ان عذاب نكر التهويل. ننزل برضو في مظاهر جمال مع بعض. يعني لو قلنا مثلا قلنا في الصفحة اللي قبلها قلنا كان ضمير الجمع مع المولى عز وجل للتعظيم. طب برضه هقول اهم مظاهر جمال اللي احنا كنا قلنا احنا شغالين. يعني مثلا اركبوا فيها، اسلوب امر غرضه النصح والارشاد. وما امن معه الا قليل، كنا تناولناها واحنا بنشرح الايه. طب انزل تحت كده في 17 بسم الله مجريها ومرساها. اول مظهر جمال في كتاب المدرسه. هو كتاب المدرسه بيركز على ايه؟
بيركز على اسلوب الامر، اسلوب النهي، التضاد. يعني هنا بسم الله مجريها ومرساها تضاد يبرز المعنى ويوضحه ويؤكده. والتعبير طبعا بيدل على الاستعانه بالمولى عز وجل في كل امورنا. طب برضه هننزل في مظاهر الجمال كده تحت رقم 19. ده مظهر جمال في كتاب المدرسه، وهي تجري بهم في موج كالجبال. تعبير جميل يوضح مدى ارتفاع الموج. طبعا ممكن نزود كمان نقول شبه الموج بالجبال ليدل على شده الموج. يا بني، اول واحده فيهم في كتاب المدرسه، اسلوب نداء يوضح مدى حب سيدنا نوح عليه السلام لابنه، وكمان قال بني بدل ما يقول ابني لاظهار الحنو والحرص على منفعته. طيب نخش بقى في الاسئله. يعني اول حاجه شرح الايات احنا شرحناها واحنا شغالين، بس انت تبقى تراجع بقى الشرح هنا بالتفصيل. ده شرح الايات، انا حتى شارحها ايه على اعتبار مش هتجيلك الايات كلها مره واحده تشرحها، فانت تبقى واخد بالك انهي ايه وبتشرح. طب السؤال الثاني، لماذا ارسل الله نوحا عليه السلام؟ طبعا كل الانبياء ارسلوا لدعوه اقوامهم لعباده الله وحده لا شريك له. طب ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم من سخريه قومه؟ يبقى سيدنا نوح لم يلتفت لهم اولا، ثم كان يتوعدهم بعذاب الله، ثم بعد ذلك ذكر بانهم سوف يكونون موضع السخريه عما قريب. طب هم كانوا بيسخروا من قوم سيدنا نوح، كانوا بيسخروا منه ليه؟ لان هو كان بيصنع السفينه في مكان بعيد عن الانهار والبحار. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى نهى سيدنا نوح عن مخاطبته في امر الكفار؟ لان امر وقضاء المولى عز وجل قد تم باغراقهم وهلاكهم. العلامه الداله على بدء الطوفان ان ينبع الماء بقوه من التنور. مين اللي ركب مع سيدنا نوح السفينه؟ قلنا بالتفصيل واحنا شغالين. السؤال الثامن، ايه اللي عرضه سيدنا نوح على ابنه؟ عرض عليه ان يركب معه فينجو من الغرق والهلاك، ولكن ابنه رفض وقال ان هو سوف يأوي الى جبل يعصمه من الماء. الايه الاخيره كان فيها امر ونهي. الاسئله دي بيحب يجيبها في الجيزه عندنا كده، امر ونهي يوضح. يعني امر بركوب السفينه لينجو، ونهاه عن ان يكون مع الجاحدين الكافرين. طيب برضو انا مصر على فكره انه ممكن يجيب لك سؤال ومظهر الجمال يجيبه على هيئه سؤال. يعني بيقول لي لماذا شبه الله عز وجل الامواج بالجبال؟ ليدل على قوتها وعلوها وارتفاعها. ليدل على قوتها وعلوها وارتفاعها. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا نوح ان هو ياخد معاه زوجين من كل انواع المخلوقات حفظا للحياه واستمرارها؟ طب معلش نفتكر كده مع بعض اعراب كلمه حفظا. حفظا مفعول لاجله منصوب وعلامه نصبه الفتحه، لان المفعول لاجله هو الاسم المنصوب اللي بيبين سبب حدوث الفعل. الى ما ترشد الايات الله يعلم كل شيء، لا احد يعلم المستقبل ولا احد يعلم الغيب الا المولى عز وجل. خصوصا بنسمع كتير يقول لك هيحصل دجال منجم، مش عارف مين هيعمل ايه ومين هيحصل ايه، لا يعلم الغيب الا الله. الله يقف بجانب عباده المخلصين. العمل شرف، ربنا امر بصنع السفينه اهو. لا ينفع الانسان الا عمله، طبعا يعمل مع الاعتماد على الله، والاعتماد على الله قبل كل شيء. ولكن يعني نفتكر الموقف كده اللي حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب لما كان لقى ناس قاعدين ما بيشتغلوش ولا بيعملوا حاجه، بيقول لهم انتم مين؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. فقال بل انتم المتواكلون، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. انا بشتغل بعمل اللي عليا، لكن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده الرزق. ولكن يعني لو تتوكلون على الله حق توكله يرزقكم كما يرزق الطير. بس في ايه بقى؟ يعني تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني هي خرجت العمل معلش في مكانها. فاحنا لازم نخرج، ولكن ندرك ان المولى عز وجل هو الرزاق. لا ينفع الانسان الا عمله. المؤمن يذكر الله في كل احواله، زي ما شفنا سيدنا نوح لما جه ركب السفينه بسم الله مجريها ومرساها. طب بننزل بقى في السؤال على ما يدل قول سيدنا نوح عليه السلام يا بني اركب معنا. بيدل على حبه لابنه وحرصه على ايمانه. الايات قلنا فيها نوعان من العذاب، عذاب مذل مهين في الدنيا، وعذاب دائم لا ينقطع في الاخره وهو عذاب النار. بكده احنا نكون شرحنا يعني باختصار نوعا ما النص الايه القرانيه. المطلوب من سيادتك ان انت تحفظ الايه القرانيه وتحفظ مظاهر الجمال وتحفظ المفردات وتحل اسئله كتاب المدرسه. وبالاضافه طبعا بعد ما نتناول درس اسم الفاعل وصيغ المبالغه بالتفصيل ان شاء الله تبقى تحل لي التدريبات دي. كده يبقى الدرس خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.